شو قصة هذا الشاب الياباني اللي قرر انه يروح ويتحول لكلب؟ صراحة مش عارف شو اقول لكم، خليني احكي لكم. هذا الشاب الياباني اللي اسمه توكو بيوم من الايام طلع لك هيك وحكى لك اسمعوا صراحة انا مش حاس حالي انسان زي كثير من الناس بنعرفهم. وراح وحكى انه هو من فترة طويلة بيحس حاله انه هو كلب اكثر من ما هو انسان. كيف القصة؟ والله اشي بالخم صراحة. فاجا توكو ودفع 22,000 دولار علشان يعمل شغلات تخليه يبين انه هو كلب. واضاف برضه توكو انه هو كان خايف يحكي لاصحابه انه هو حاب يتحول لكلب لانه راح يفكروه مجنون وقتها. عن جد يعني شو الناس الرجعيين هدول؟ مش فاهم يعني صراحة حقه يخاف من اصحابه لانه هو اوبن مايندد واصحابه رجعيين. يعني ليش كيف الناس ما بتطبقوا هي الشغلات؟ مش فاهم يعني والله. يعني مش فاهم صراحة من قلة كلاب بالعالم بده يتحول لكلب. يعني إذا واحد فيكم بكتب بالكومنتات حرية شخصية بزعل منه صراحة. كلاب آخر الزمن.